في ناس لما بتفقد اللي بتحبه بتكتفي بالذكريات، وفي ناس زي بول بيخلقوا الحبيب من أول وجديد حتى لو كان راجل. فما تخافش من المريض اللي ناوي يقتلك، خاف من المريض اللي عاوز يتجوزك. البنطلون لا. تخيلي تكوني مغنية مشهورة حياتك كلها أضواء ومزيكا، وفجأة يظهر لك واحد مقتنع إن هو وإنتي هتتجوزوا. ده مش بس بيحبك، ده شايف إن ربنا خلقكم لبعض. فده مش حب، ده اسمه مرض نفسي هنعرفه بالتفصيل خلال الحلقة. ولا حتى ده فرح، الراجل ده لابس الفستان غصب عنه على فكرة، بيهاودوا يعني عشان يقدروا يسيطروا على الموقف. ويلا بينا ندخل الحلقة مع سؤال محتاج إجابته في كومنتس. هو ليه عدد اللي بيشتركوا على القناة قليل؟ ما تزقوا معايا يا رجالة. تخيل تحب حد لدرجة إنك تشوفه في وش أي حد تقابله. تخيل دماغك ترفض تصدق إنه سابك، فتمسك في أي بديل وتحوله هو كحبيبك، مش شبهه لأ، لأن دماغك هنا بتقرر إن هو ده بالظبط، بنفس الملامح بنفس الصوت بنفس المشاعر. فهو ده بقى الحب المرضي اللي بيخلي الإنسان مش قادر يفرق بين الحقيقة والخيال. فده لأن دماغك بتبدل الحدود الواقع برغباتك. فبول شايف راجل عادي خالص، بس دماغه قررت إن هو صوفيا حبيبته، مع إن صوفيا قدامه. وده ملهوش غير تفسير واحد، إننا نروح للمخ. فالمخ عنده آلية دفاعية اسمها سايكوتيك ديفنس ميكانيزم، ودي نشأت قدام رفض صوفيا المستمر لبول، فخليته يخلق واقع افتراضي يريح له مخه. ودي عشان تفهمها أكتر، فبالبلدي كده دي بتحصل كل يوم، وإنك لما حبيبتك ترفضك بتدور على البديل اللي يبينك قدامها إنك موقفتش عليها، بس في الحقيقة إنك دايما هتختار البديل يبقى قريب منها عشان هي تفضل قدام عينك وإنت قدام عينها. بنت عمها بقى، بنت خالها، بنت كلب، المهم إنك بتقولها بكل مرة بتشوفها طارق ميه عشان شرقت. فدي قصة بسيطة من حوالينا تعرفك إن في ناس شبه بول بس على صغير. بس إن أنت بقى تجيب واحدة أو واحد وتتعامل معاه إن هو حبيبتك 100%، فده مرض نفسي تاني اسمه Delusional Misidentification Syndromes، وتحديدا نوع نادر منه اسمه Subjective Doubles. يعني الشخص يصدق إن في نسخة تانية من شخص هو يعرفه بس ظهرت في جسم حد تاني. انتوا متخيلين الحالة وصلت لفين؟ هو كان مهووس بصوفيا، فصوفيا رفضته، فبقت صوفيا عدو بدل من حبيب. فهو بقى مش عايش من غير صوفيا. فببساطة الدماغ خلقت له الصورة المثالية لما شالت صوفيا الحقيقية وركبت بدلها نسخة وهمية في جسم راجل غلبان عشان هو يتجوزه. يا حاج طب هي ممكن انا ازاي بس؟ ودي مش صعبة مع واحد عنده ارتومانيا ومرضين تانيين ممكن بسهولة يعملوا له هلاوس بصرية. منهم مرض اسمه باراسوشيال ريليشن شيب، وده اللي مسؤول عن الهوس اللي بيحصل تجاه المشاهير زي حالة بول كده، لأن الدماغ بتترجم أي تواصل على إنه علاقة، لأنك واحد بقيت تسمع فيديوهاته باستمرار، بتضحك معاه، بتسمعه بيحكي أسراره، بتحس إنك بقيت جزء من حياته. فبيحصل هنا نوع من الهوس، وده طبعا بكذا درجة. وده في حد ذاته رعب نفسي، وهو إن الصورة العامة للمريض النفسي بتتغير عادي بسبب دماغه. هو ليه قتلها؟ فده ببساطة هو بيقول إنه حقق رغبته، فخلاص بقى هي لازم تتعاقب على خيانتها. يا فجرة هو عقله ترجم رفضها على إنه خيانة. ولا أنت ما بتشوفش الناس اللي بتقولك أنا ما اترفضتش؟ هون عليكي تهون عليا. ودي برضه موجودة بشكل كبير، وهو إن واحد بيتجوز من واحدة عارف إنها مش بتحبه وبتحب غيره، وطول جوازهم مع أي خناقة بيجيب اسم حبيبها ويحسسها إنها بتخونه وإنها مش محترمة، مع إنه هو اللي مغبوب. فأنت كده مش زوج، أنت كده ديوس، انا ديوس. فتعالى بقى نلفها بشكل تاني ونشوف مين الضحية، هو عشان تعبان في دماغه ولا هي عشان وقعت مع دماغه. فالحقيقة إن كل واحد فيهم ضحية. فبالنسبة لبول ففي 34% من الأمراض النفسية بتيجي بعد علاقات عاطفية ثابتة. عشان كده ببساطة فقدان الحب أسهل حاجة بتدمر هوية الإنسان. بس ده مش معناه إنك تتعاطف معاه، لأن في ضحية بريئة زي صوفيا وضحية خطر زي بول. بعيدا عن المشاعر وإن أنت شايف كفاية عليه دماغه، لكن هو خطر فعلا. والمرض النفسي مش بيبرر الجريمة لكنه بيفسرها. فجريمة المريض النفسي مختلفة. تخيل انت قدام مجنون ومجرم، يعني لا تلعب العبيط ولا تخلي العبيط يلعبك. فهنا القانون مش بيطلعه براءة، مع انه عارف ان الشخص ده مش مدرك، لكنه فاهم خطورته، فبيحوله المستشفى بدل سجن. فالقانون بياخد بس المرض النفسي في الاعتبار عشان يحدد مكان العقوبة. فاحذر في النهاية انك تربط الثلاثة دول بخيط واحد، الحب والشخصية والوهم، لان الخيط ده لو اتفك هتطلع عين اللي جابونا.
وبعد اذن الرجاله بقى اللي كملوا لحد اخر الفيديو ده، يا ريت تسيب اشتراك، يعني سيب ذكرى منك حلوه.